إخواني أخواتي متتبعين قناة مع سعاد، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في المغرب ومن طنجة للقويرة عندنا أكلات شعبية اللي معروفة في أي مدينة، وكل مدينة كتختلف على الأخرى. كل مدينة عندها أكلة شعبية اللي كت اللي معروفة بها. اليوم جيت غادي نتقاسم معكم واحد الأكلة شعبية اللي معروفة في مدينة سلا. المتتبعين والمتتبعات ديالي اللي من مدينة سلا أكيد غادي يعرفوها. هي من ضمن الوجبات الشعبية اللي كنلقاوهم كيتباعوا في السويقة. كتكون كتقدا ضروري كتلقى واحد السناك ولا واحد الحوينيته ولا شي واحد داير شي كراريسه كيبيع هاد الوجبه هادي، اللي هي وجبه بسيطه جدا جدا جدا، ولكن ما يمكنش تكون دايز وما تشريهاش. عندك هي عندك المعقوده، ايضا المعقوده معروفه في مدينه سلا. عندك بزاف ديال الأكلات الشعبية، لكن اليوم غادي نتقاسم معكم هاد الأكلة البسيطة اللي هي مغذية. يعني بغيتي تشبعي غتضربي واحد كنشريو هاد الأكلة هي اللي هي البطاطا والحار فقط. البطاطا مسلوقة وكيديروا عليها شوية ديال الهريسة، بحال الساندويتش ديال الخبز ديال الطون والحرور كيف ما كنقولوا. كيبقى من السندويشات الشعبيه، يمكن معروفه في جميع انحاء المغرب. لكن كتبقى هاد الوجبه الشعبيه ديال البطاطا بالحار موجوده في مدينه سلا فقط تقريبا. ممكن بعض المدن ممكن بداو حتى هما كيديروها، ولكن كتلقاها في مدينه سحقش. انا شحال من مدينه سافرت ليها في المغرب، وفعلا هاد الوجبة هذه ما عمرني شفتها. معقودة أيضا قليلا فين كنشوفها، مثلا في فاس اللي كيقولوا لها مقروطة على ما أظن، مقروطة ولا طورطية. شفتها في أكادير، شفتها في مراكش. لكن كتبقى الوجبة الأصلية كتلقاها في مدينة سلا. كتلقى بزاف ديال السناكات وبزاف ديال الحوينتات كيديروا الوجبة هذه. اذا قلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. شهيتها بما انني وصلتني الهريسه من المغرب، فتشهيتها قلت علاش لا، غادي نسلق البطاطا وغادي نديرها بالحار وغادي نتخايل هذيك الاجواء ديال المغرب بالخصوص ايام الدراسه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. اذا عندي بطاطا غير مسلوقه، كنسلقها كيف ما شفتوا. سلقتها بشويه ديال الملحه، غادي نحيد القشره، غادي نقطعها طريفات ونخوي عليها شي شويه الحار. يا للروعه. المهم هي هاد الوصفة البسيطة كيف قلت لكم معروفة في مدينة سلعة، يعني كنلقاو كيف سبق للذكر بعض السناكات أو الحوينتات كيديروها. حنا كنسميو هاد الوصفات هادو، كتكون حتى الباربة حتى هي كنسميوهم الرويزة. يعني معروف هو الحانوت ديال الرويزة، كتمشي كتلقاه كيدير البطاطا بالحار، كيدير الباربة بالحار، وهذاك الماء تيكون محمض كيكون تراقد. يعني هادو اختصاص مدينة سلا. اللي شاف هاد الفيديو يقول لنا المدينة ديالو شنو هي الاختصاص ديالها في الوجبات الشعبية. إلى اللقاء.